شفت لون مش عارف توصفه، او حسيت ان في لون في دماغك بس مش موجود في الواقع؟ هو زي المخ بيخترع الوان احنا مش شفناهاش قبل كده. ودي ابيسود 21 من سلسله العلم بيقول ايه، كل تلات الساعه 3. يلا بينا نرجع لموضوعنا. في مصطلح اسمه الامبوسيبل كلر، المستحيلات اللونيه، زي مثلا الاصفر المزرق او الاخضر المحمر. ومن الناحيه الفيزيائيه مش المفروض تتشاف، انها بتمزج اشارات متضاده تماما في العين. بس العلماء قدروا يخدعوا المخ في تجارب معينه، يخلوه بيخلق لون جديد جوه دماغه. سنه 1983 العالمان هاردن وفيلبريدج عملوا تجربه تخليك تبص بعينك اليمين على لون معين وبعينك الشمال على لون تاني مضاد ليه تماما. مع التثبيت والتركيز دماغك بيبدأ يخلط اللونين في بعض. طيب هو السر فين هنا بقى؟ السر هنا في الطريقة اللي بتستقبل بيها شبكية العين الألوان. أصلا احنا عندنا 3 أنواع من الخلايا المخروطية، الكونز اللي موجودة في العين، واحدة للون الأحمر وواحدة للون الأخضر وواحدة للون الأزرق. كل الألوان اللي بنشوفها هي مزيج من الإشارات اللي بتوصل من ال3 دول. لما الإشارات تتبعت بشكل مستحيل، هي إشارتين متضادتين في نفس اللحظة، المخ بيبدأ يركب لون مش موجود أصلا، إنه بيظهر لك كأنه حقيقي. كمان ظاهرة اسمها الكالر افتر ايمج، بعد التأثير اللوني. يعني لو بصيت على لون معين وركزت عليه شوية وبعدين رجعت بصيت على خلفية بيضة، هيظهر لك لون مختلف تماما. ده نتيجة تعب الخلايا العصبية وتفاعل المخ مع النقص في الإشارات. احنا ما بنشوفش بعينينا، احنا بنشوف بمخنا، واللي بيحصل جوه دماغك أحيانا بيكون أغرب من الواقع نفسه. وخطوة جديدة، درس جديد، واحنا دايما مع بعض في رحلة المعرفة.